في زوجات كتير جدا عايشة في قصة ان هي في الاخر، او ان هي مش اولوية، او ان هي مش رقم واحد زي ما كانت في الاول الجواز. هنتكلم النهاردة عن الموضوع ده. مش بالضرورة ان يكون جوزك شخص سيء، او ممكن ما بيحبكيش، وممكن يكون راجل كويس وبيحبك فعلا، ممكن يكون مقتدر ماديا فمش بيبخل عليكي في اي حاجة في الاساسيات، بس انتي اتعودتي انك تيجي في الاخر. الأولاد الأول، البيت الأول، احتياجات الأولاد الأول، طلبات البيت الأول. إيه لو فضل وقت هبقى أشوف نفسي بقى، لو فضل فلوس هبقى أجيب لنفسي، حتى المجهود البدني اللي بتعمليه في البيت لو فضل وقت هبقى أعمل حاجتي. فلو مفيش تقولي بقى ايه، مش مشكلة، مش وقته بقى، خليها بعدين. الولاد أهم وعنده حاجات أهم، إيه في حاجات أولى. انا استنى مش مشكلة. في البداية ممكن يكون الموضوع بسيط جدا وعادي، كلنا بنمر بالمرحلة دي بعد الجواز والأولاد، لكن طلب صغير أجلتيه مش قضية. خروجة قلتي مش مشكلة تتأجل النهاردة أو تتأجل الأسبوع ده أو الشهر ده حتى كله، ولا سفرية تتأجل السنة كلها مش لازم الصيف ده. حاجة كده نفسك فيها بس قالت قلتي كده مش مهمة مش ضرورية، حتى لو وقت محتاجة تقضيه معاه. قلتي بقى النهاردة الولاد فرهدوني بقى لما يهدوا شوية، ولا لما يناموا، ولا لما معرفش ايه اللي يحصل. لكن لما السنين تعدي هتيجي في الاخر تكتشفي حاجة مهمة قوي، ان اللي كان استثناء بقى نظام حياة، اللي كان مؤقت بقى هو الطبيعي. وبقى جوزك متعود انك مش محتاجة حاجات اصلا، مش بتطلبي، ولو طلبتي عادي جدا بتستني في الاخر يعني. هتصرفي نفسك، والله انتي شاطرة يعني هو شايفك ست بيت كده ما شاء الله عليكي، فهتدبري نفسك وتصرفي نفسك وعادي يعني. جاب ما جابش، مش انتي بتعرفي يعني تتعاملي. في ست بقى شايفاها شطارة، يعني انتي شاطرة بس بعد الولاد ما يكبروا تلاقي نفسك بقى بتسألي سؤال: طب وانا انا فين؟ انا موجودة فين اصلا؟ ترتيبي فين في الحياة، في حياته، حياة الاولاد؟ هو اصلا لو انتي اتعودتي تحطي نفسك في الوضع انتي هتبقي كده في حياة الناس كلها، جوزك والاولاد وكل الدنيا. الاصعب بقى ان انتي تبقي مش عارفة ترجعي لمكانك اصلا اللي انتي تنازلتي عنه والحياة طلعتك منه، ومش عارفة ترجعي بقى لانك اصلا ساعدتي ان الترتيب يترتب كده. فالنهاردة هنتكلم ازاي الزوجة اللي اتعودت سنين انها اخر القايمة تبدأ ترجع نفسها تاني موجودة في حياة زوجها بشكل واضح وصحي. هنقول مع بعض 10 حاجات ممكن يكونوا كتير شوية، بس فعلا لو فهمتيهم صح هيفرقوا معاكي جدا. اتمنى انك تفهميهم صح وتقعدي كده وتجيبي لك حاجة تشربيها كده وتسمعي ال10 حاجات دول بتركيز، علشان لو فهمتيهم والله هيفرقوا معاكي. حتى لو نفذتي نقطتين تلاتة النهاردة، نقطتين تلاتة بعد كده هتفرق في حياتك، احسن ما انتي قاعدة عمالة تقولي حرام بقى اللي انا عايشة فيه ده. افهمي ان المشكلة مش في قيمة احتياجاتك، دي اول حاجة خالص. احيانا الزوجة، هو مش احيانا، هو طول الوقت الزوجة بتقول ايه: انا اصلا ما بطلبش يعني حاجات كبيرة قوي يعني، ده انا احلامي بسيطة والله وطلباتي هبلة قوي، وهو مقتدر ممكن يعملها لي بسهولة جدا، ما تجيش في يعني في اللي معايا حاجة اساسا، ده هي طلبات تافهة. بس احنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، ان قيمة الاحتياجات مش بتتحدد هي بكام وهو معاه كام وهيقدر يجيبها ولا لا. هو انتي لو محتاجة خروجة بسيطة مش هتصرفي فيها حاجة، هنا بتبصي لقيمة الحاجة مش سعرها. محتاجة حاجة للبيت بس تخصك انتي اللي هتستعمليها، محتاجة حتى وقت تقعديه مع جوزك كده في هدوء، بعيد عن كلام في مشاكل، كلام على الأولاد، على المسؤوليات. لأ، أنا عايزة أقعد وقت هادي، مش هقعد أفكر في مشاكل وأحل مشاكل. أو حتى حاجة شخصية نفسك فيها من فترة كده، نفسك في برفيوم معين، نفسك في حاجة معينة ليكي انتي شخصية، حاجة انتي بس اللي هتستخدميها مش أي حد تاني.
كونها حاجة بسيطة ماديا مش معناها ان هي حاجة مش مهمة. المشكلة مش في السعر، المشكلة ان انتي من كتر ما انتي صدقتي ان احتياجاتك لازم تبقى حاجات مهمة عشان تستحق ان هي تتلبى. زي ايه؟ زي مثلا انتي دلوقتي تعبانة ورحتي للدكتور، كتبلك ادوية، والله الادوية دي غالية رخيصة هو هيجيبها لك طبعا، استحالة هيأثر معاكي. فرضا ان هو كويس يعني واستحالة هيأثر معاكي، بس في ناس طبعا بتأثر. يعني احنا بنتكلم عن الراجل الكويس او اللي هو سوي شوية، مش وحش، مش الراجل اللي بتاع المشاكل يعني. لو هنا هيجيبلك الدواء سواء غالي او رخيص، معاه او مش معاه هيتصرف ويجيبهولك. بس انتي صدقتي ان لازم تبقى دواء، ولو ما جبتوش هتعب جامد ومسألة حياة او موت كده عشان الحاجة تتلبى. لكن لو نفسي في برفيوم معين، لا عادي، يعني الدنيا مش هتتقلب لو محطتش البرفيوم. يعني ممكن اجيب اي نوع رخيص عادي. او ممكن اجيب اصلا حاجة تانية خالص، مش لازم اصلا برفيوم، انا اصلا مش محتاجة برفيوم. عندي واحدة اقعد بيها السنة كلها، كل يوم رشة كده عشان ما تخلصش. فالحوار ان انتي حاسة ان الحاجة اللي انا هطلبها لازم تبقى ضرورية و urgent كده عشان تتعمل، لو ما كانتش كده مش هتتعمل. انتي بقى مصدقة ده، فبالتالي هو ده بقى اسلوب الحياة. كأنك بتقولي لنفسك طالما الحاجة دي مش فارقة في حياتي تبقى هي مش مهمة. العلاقات مش بتقوم على الضروريات بس، احنا مش محتاجين من شريك حياتنا اكل وشرب وبيت وخلاص على كده. احنا محتاجين اهتمام، محتاجين مشاركة، محتاجين نحس ان وجودنا ليه قيمة، محتاجين نطلب حاجة صغيرة نلاقي الطرف التاني بيقولك حاضر، من عينيا، اي كلمة حلوة. مش عشان الحاجة دي عظيمة ولا الحاجة بسيطة، لكن عشان انتي مهمة، عشان انتي متقدرة. افهمي يعني ال... ان انتي تبقي مهمة، تبقي متقدرة، دي حاجة تبقي انتي في الأولوية. طبعا انتي اتخدتي بعد كده في الآخر، في آخر القايمة خالص. تاني حاجة عايزاكي تفكري فيها، افهمي النمط ده أصلا من البداية كده اتكون ازاي، بدايته كانت ايه. نرجع بقى للجذور يعني، خلينا نرجع لبداية القصة. يمكن أول سنين جواز كان عندكم مثلا زي أي بيت عادي، عندنا أولاد صغنطاطين، مسؤوليات كتير. انتي طبعا كنتي مرهقة جدا، أصلا ما بتناميش ومش فاضية من طلبات الأولاد، ومرهقة بقى مش مركزة أصلا في الحاجات دي. وهو كان بيشتغل ممكن شغلانة واتنين عشان يقدر يعيش يعني، ويعيشكم مستوى اجتماعي كويس. فطبيعي جدا الولاد بقى خدوا مساحة كبيرة اوي. جه بقى طفل تاني خدوا مساحة أكبر، ومدرسة وتمارين ودروس ومشاكل الولاد في المدرسة أو في التمارين أو في الدروس والبيت والشغل. فجأة كده تبصي 10 سنين عدوا، 15 سنة عدوا. كل مرة كنت بقول ايه؟ مش مهم أنا، مش مهم أنا. الجملة دي ممكن تبان تضحية وحب، لأن احنا كلنا ساعات بنقول كده، أي أم بتقول كده. لكن لو اتكررت سنين كتير تبقى ايه بقى؟ تبقى نمط حياة. انت اتعودتي تأجلي نفسك وهو اتعود انك بتأجلي نفسك. ما تجيش تلومي حد بقى، انت اللي سمحتي بده من الاول. بس هو المشكلة ان انت ما كنتيش بتبقي واخدة بالك، كنت شايفة ان انا كده هبقى زوجة صالحة وام صالحة بقى ولو ما عملتش كده مش هينفع، هعمل مشاكل، فخليني ساكتة بقى. مش معنى انك كنتي متفهمة ومضحية في وقت معين ان انت كده غلطان، لا. يمكن الوقت المعين ده كان هو ده اللي مطلوب منك والمفروض تعمليه، وان انت جدعة جدا انك عملتي، وبرافو عليكي اصلا ان انت كنتي مضحية. المشكلة في حاجة، التضحية دي كانت مناسبة السنة اللي فاتت، السنة دي هي مش مناسبة. هو مش معنى ان انا ضحيت السنة اللي فاتت هضحي بقية العمر يعني، لا، هي كانت مناسبة لحد مرحلة. المشكلة ان الترتيب كان مناسب في مرحلة معينة، مبقاش بقى مناسب في المرحلة بتاعت دلوقتي. الولاد كبروا، المسؤوليات اتغيرت او قلت، الظروف اتغيرت، لكن ترتيب الاولويات في حياتكو فضل زي ما هو. هنا بقى لازم يحصل تعديل، كل مرحلة ليها اولوياتها. تالت حاجة بقى عايزاكي تفكري فيها، ما تنتظريش انه يكتشف المشكلة لوحده عشان ده مش هيحصل. دي اكتر حاجة بتتعب الزوجات.
هو لو بيحبني كان خد باله، هو لو شايف اني موجودة اصلا وليا لازمة كان فهم لوحده. هو عارف اني دايما يعني ايه بحط نفسي في الاخر بقى وهو مبسوط كده. هو المفروض يحس، هو المفروض هو شايف، هو عارف. كلامك كله بيدور في النقطة دي. انا متفهمة جدا جدا الاحساس ده، لكن الحقيقة ان الانسان بيتعود على حاجة خلاص بقى هو مش شايفها مشكلة اصلا. هو شايفك طول السنين مش عايزة مش محتاجة، البيت اولى، الاولاد اولى، فبالنسبة له خلاص ده شكل حياتكم الطبيعي بعد كده. مش بالضرورة لانه وحش، ولا انه مش بيحبك، ولا انه مش شايف انك مهمة. لا هو اتعود خلاص بقى. انتي بتطلبي ليه بقى؟ ما انا اتعودت خلاص على كده. عشان كده لو عايزة تغيري النمط ده لازم يحصل كلام واضح. مش هقولك روحي اتخانقي واعملي خناقة، ولا عاتبي على 20 سنة عدوا، ولا 10 سنين عدوا، او تقعدي تقولي بقى انت عمرك ما عملتلي حاجة، انت عمرك اصلا ما حطيتني في اهتماماتك، انت عمرك ما جبتلي. ما انت طول العمر كده، يعني هتيجي تتغير النهاردة؟ كلام سلبي ملهوش اي لازمة، غير انه بيضايقكوا انتوا الاتنين، ما هو اصلا ما بتاخديش منه نتيجة. هقولك مثال، ممكن تقوليله انا اكتشفت والله ان السنين اللي فاتت دي كلها كنت بحط نفسي كده ايه بعد البيت والولاد. انا اخترت كده بمزاجي، بس المراحل دي خلصت خلاص. دلوقتي بقى الولاد كبروا وكل واحد اتشغل شوية في حياته، فانا حاسة ان انا ايه بقى، محتاجة كده يكون ليا مكان واضح كده في حياتك وفي حياة الولاد وفي حياتنا عامة، في اهتماماتك كده. شايفة الفرق؟ انتي مش داخله خناقه وتقولي له انت السبب، انت اللي عملت كده، انت اللي حسستني بكده. طب ما انتي اصلا اللي عملتي كده والله، بس انتي كنتيش واخده بالك. انتي بتقولي انتي شايفه ان النمط محتاج يتغير طبقا للمرحله اللي اتغيرت. في فرق في الكلام اللي بيتقال. ممكن تقولي جمله الدنيا تتغير بعدها، ممكن تقولي جمله اصلا ولا كأنك قلتي حاجه، ما استفدتيش حاجه غير ان انتوا نكدتوا على بعض مش اكتر. فركزي انتي بتقولي ايه. رابع حاجة محتاجة تفكري فيها، بطلي تقللي من احتياجاتك. يمكن دي نقطة مهمة جدا وتخصك انتي بس. لما جوزك يسألك انتي عايزة ايه، ما تقولولوش اي حاجة، قوليله انا عايزة كذا. طب نخرج فين؟ اي حتة، اي مكان بقى، شوف انت بقى اي حتة، هو انا عايزة اخرج وخلاص. عايزة اجيبلك حاجة وانا جاي، ما تقوليش لا انا مش محتاجة حاجة، ما تطلبي يا ستي اللي انتي محتاجاه والله. بس ما تقعديش بقى تقولي ايه طريقة طلبات لا تنتهي. لا اطلبي بطريقة طبيعية. لو مش محتاجة حاجة قولي انا مش محتاجة حاجة، بس مش طبيعي ان انتي كل مرة مش محتاجة حاجة. السنة كلها انتي مش محتاجة حاجة، ده مش طبيعي. وبقى تيجي بقى بعد سنين انتي زعلانة انه ما بيهتمش باحتياجاتك. طب ما انتي اللي عمرك ما طلبتي، انتي لو رحتي قلتيله كده يقولك طب ما انتي عمرك ما طلبتي. فده مش معناه برضو ان الزوج ملوش دور في المبادرة، لا ليه دور، بس انتي دورك اكبر. انتي محتاجة ترجعي تسمحي لنفسك كده يكون عندك احتياجات اصل. انتي صدقي انك عندك احتياجات. خامس حاجة هتفكري فيها، رجعي نفسك بقى بالتدريج، اللي هو صدقي انك عندك احتياجات. مش فجأة بقى تقولي انا هطلب كل اللي فاتني في ال20 سنة اللي فاتوا، انا هعمل انقلاب في الحياة دي. لا لا، مش هو ده اللي احنا عايزينه خالص. احنا بنغير نمط حياة، بنغير اسلوب حياة، داخلين على مرحلة جديدة بنتعايش معاها. ابدأي بحاجات بسيطة، خروجة ليكوا لوحدكوا، وقت تقعدوا فيه سوا من غير كلام مع البيت والولاد والطلبات والحياة والدنيا. اهتمي بشكلك، اعملي مي تايم واهتمي بنفسك كده، اقعدي قعدة روقان. شوفي هواية، اقري كتب، اقري روايات، ارسمي، لوني، شوفي هوايتك ايه واعمليها. شوفي صحابك اللي بقالهم 10 سنين ما شفتيهمش اصلا وقابليهم، والله هما مطحونين وانتي مطحونة، والحياة هتروح واحنا الاتنين مطحونين. فوق كده لنفسك وفوقي صحابك معاكي، وبعتلهم بقى الفيديو ده يمكن يسمعوه وترجعوا تتقابلوا بعد 10 سنين. حاجة تفرحك كده. مش لازم كل حاجة تربطيها بجوزك جوزك جوزك، لان جزء من المشكلة ان الزوجة بقى لما يجي ولادها يكبروا تكتشف بقى ان هي حطت حياتها كلها في البيت والاولاد،
مبقاش عندها حياة مستقلة اصلا، ما هي مستنية جوزها يجي يعوضها السنين اللي فاتت، فده ضغط كبير عليه اصلا. هو ماله، هو هيعوضك ليه عن اللي فات؟ ما انتي عشتي اللي فات برضاكي، جاي تطلبي تعويض دلوقتي؟ انتي محتاجة ترجعي موجودة في الحياة، ده دورك انتي ومش دور اي حد تاني في الحياة غيرك. سادس نقطة عايزاكي تفكري فيها، فرقي بين انك تطلبي حقك وانك تعاقبيه. لما تبداي تغيري النمط هتحسي بايه بقى؟ خلاص بقى انا مش هعمل حاجة لحد. انتوا عايزين ايه بقى؟ صرفوا نفسكوا بقى. انا بقولك امثلة على اللي انتي هتقوليه. انا هحط نفسي الاول وبعد كده اي حاجة. خلي بالك انتي كده بتروحي المشكلة تاني. انا مش عايزاكي تبقي انانية، عايزاكي تبقي موجودة. هقولك جملتين كده قوليلي الفرق ما بينهم. انا مش هضحي بنفسي كل مرة. الجملة التانية، انا مش فارق معايا غير نفسي وانا رقم واحد، او مش لازم واحد، يعني انا في الاول. الجملتين، اول واحدة مش هضحي بنفسي كل مرة، دي انا بعمل حدود صحية. انا هضحي وطبيعي ان انا اضحي، بس مش هضحي كل مرة، فدي حدود صحية. الجملة التانية رد فعل بقى، اللي هو انا موجودة يا جماعة، انا مش فارق معايا غير نفسي، وانا تنازلت كتير وضحيت كتير، فلا خلاص كفاية عليكم كده. احنا مش عايزين العلاقة تتحول لمعركة مين اهم، لا احنا عايزين نوصل لحاجة، ان البيت مهم، الاولاد مهمين، انتي مهمة، هو مهم. يا جماعة الاربع حاجات اهم من بعض، كلهم مهمين مرة واحدة. ما يبقاش الاولاد مهمين، البيت مهم، الزوج مهم، انا في الاخر هفضل طول عمري في الاخر، وهتفضل الناس كلها بتعاملني ان انا في الاخر، وانا هبص لنفسي في المراية ان انا في الاخر. حتى لو الناس ما قالوليش كده في وشي، لا هما بيتصرفوا معايا على الاساس ده. ركزي كده هتلاقي كل الناس حطاكي في الاخر لو انتي في النقطة دي. سابع حاجة عايزة تفكري فيها، لو هو مقتدر ماديا ما تخليش الموضوع يتحول لمشكلة فلوس. حتى لو مش مقتدر برضو بيمر بأزمات مالية، ممكن تكون المشكلة ان هو مقتدر وبالنسبة له الطلب ده رخيص اصلا وبسيط بس هو مش شايف انه مش مهم. ف... فما تدخليش في سكة ايه انت معاك فلوس، لان كده الحوار بيتحول لمشكلة عن الفلوس، فانتي مش عايزة تعملي ده. الحوار اعمق من كده. حتى لو هو مش مقتدر، هيجي في وقت مثلا معاه فلوس، يعني اكيد ساعتها هيقول لا ما هو في حاجات اهم. انتي بقى بعدين في حاجات اهم منك بقى كتير، فيعني الاولى ان انا مش مقتدر اصلا، لما ابقى معايا بقى اروح اجيب حاجتك ولا اجيب المهم؟ اكيد هجيب المهم، وانتي بقى في الاخر بقى لو اتبقى حاجة هجيبلك والله. فما تخليش الحوار فلوس، الموضوع مش في قيمة الحاجة، الموضوع انتي محتاجة تحسي ان انتي في حساباته اصلا. فدي جملة مختلفة، لان ممكن زوجك يجيبلك اغلى حاجة في الدنيا لو هو مقتدر، بس انتي شايفة ان حاسة انك مش موجودة كده. ممكن واحد تاني يعمل حاجة بسيطة جدا، لكن تحسي من خلالها ايه ده فكر فيا، ايه ده افتكرني وهو في المكان الفلاني وجاب لي كذا، ايه ده فاكر ان انا من فترة كان نفسي في الحاجة دي وجابها لي من غير ما اطلب. يعني بتفرق اكتر من قيمة الحاجة نفسها، الحاجة بكام، لا بتفرق ان انا موجودة اصلا. تامن حاجة عايزاكي تفكري فيها، راقبي بقى رد فعله لما تبدأي تتغيري. دي نقطة مهمة جدا جدا. هو هيستغرب في البداية، طبيعي جدا جدا، لانك هو خلاص اتعود على نمط معين، فممكن يقولك هو انت مالك فجأة كده ليه بقيتي تطلبي وبقى ليكي طلبات؟ تدخليش في خناقة بقى، قوليله مفيش حاجة جت فجأة ولا حاجة، ده انا بس بدأت افكر في نفسي اكتر، بدأت اشوف ان الجزء الطبيعي اللي في حياتنا، ان انا كان المفروض ابقى موجودة، بس هي المرحلة اللي فاتت كنت مشغولة في حاجات تانية بقى، افوق لنفسي بقى. مع الوقت كده شوفي، بدأ يسمعك، بدأ يسأل عن احتياجاتك اصلا، بدأ يبادر ويجيبلك، بدأ يخصص وقت ليكي. من الاخر جملة تلخص يعني تمن نقطة دي، بدأ يشوفك كزوجة وشريكة في الحياة، ولا بس أم للأولاد وست البيت ده وخلاص على كده، اللي بتدير لنا البيت.
لو بدأ يحصل ده فدي علامة كويسة، لكن لو كل محاولة منك اتقابلت بسخرية، بتقليل، بإهانة، برفض، مجرد ان طلبتي يكون ليكي مكان، دي مشكلة اعمق بكتير. مش هقولك ان هي من اول مرة هتلاقي تغيير، لا، هي ممكن في الاول تبقى سخرية وتقليل او رفض. جربي تاني، والله مش خسرانة حاجة. جربي تحسني احسن ما انتي واقفة قاعدة مكانك ما بتعمليش حاجة. هو طبيعي في الاول هتترفض، لان هو اصلا مش متعود على كده زي ما قلتلك. 9 نقطة: ما تحاوليش ترجعي الأولوية دي انك تقعدي تنافسي الولاد بقى. يعني انا ولا الولاد، هتجيب لنا ولا هتجيب لهم هما؟ هو مش منافسة، الاولاد ليهم مكانهم والزوجة ليها مكانها. انتي بس اللي ان كنتي حاطة الولاد في دور مكانك ومكانهم، فانتي اختفيتي بقى، قعدتي تتلاشي لحد ما بقاش ليكي مكان، وهم زقوكي وخدوا المكان كله. عارفة لو انتي قاعدة على طرف الكنبة الصغير عشان معاكي مثلا 3 4 اولاد، فيعني ما شاء الله واخدين الكنبة كلها، وانتي واخدة طرف صغير قاعدة عليه، فضلوا يزقوا فيكي لحد ما وقعوكي اساسا، وما بقاش ليكي مكان، قاعدة كده هتقعي. لا، قولوا لهم ادخلوا كده شوية، توسعوا كده شوية ادوني مكان. فدي حاجة مختلفة. انتي مش محتاجة تقوميهم، لا، انتي محتاجة ان هما يوسعولك شوية عشان تبقي زي، يعني مش هقولك زيك زيهم، لا، هما ليهم احتياجات وانتي احتياجات، بس زيك زيهم في الأولوية. يعني بدل ما انتوا واخدين الكنبة ومديني الطرف وهقع هتقلب على وشي، لا، وسعولي كده شوية، ادوني حتة صغنططة كمان، فنبقى كلنا مرتاحين. بدل ما واحد مرتاح والتاني لا، يبقى كلنا مريحين بعض. 10 حاجة، اخر حاجة هقولها لك: ابدأي من جواكي انتي قبل ما تطلبي ان هو يشوفك، لان في زوجات كتير انا عايزة هو اللي يهتم، انا عايزاه هو اللي يقول، لكن لما الزوج يبدأ يهتم هي نفسها ترفض. يعني يجي مثلا يجيب لك حاجة، لا معلش خليها للولاد، لا مش محتاجة، لا لا لا، هات لهم هما الاول، انا ممكن استنى عادي جدا، انا الصيف ده مش لازم اجيب لبس اصلا، عادي، هات لهم هما الاول بكل الفلوس اللي معاك، وانا مش مهمة خالص، الصيف الجاي ان شاء الله. والصيف الجاي هيحصل نفس الكلام. والجاكيت اللي عايزة تجيبيه لنفسك بقالك كام شتا مش هتجيبيه والله. فانتي كمان غيري الكلام بتاعك. لما تكوني محتاجة اسمحي لنفسك تطلبي، لما يكون عندك رأي قوليه، لما يكون عندك وقت حطيه لنفسك. مش لازم اروق النهارده، مش لازم اطبخ لكم النهارده، انا مش قادر، انا النهارده خدته لنفسي يا جماعه. عبري كده عن احتياجاتك، حتى لو احتياج عاطفي، مش بعند ولا بعقاب، لكن بثقه. انا كمان موجوده، انا والله انسان من حقه يقول انا موجود. في النهايه، لو انتي واحده من الزوجات دول اللي بتقول انا مش عارفه امتى حصل الكلام ده، او امتى انا بقيت اخر واحده، هي السنين جريت كده ليه؟ بقى طبيعي ان انا استنى؟ اصل هو اتعود اني ماليش طلبات. فانا عايزه اقولك ممكن يكون الموضوع حصل بالتدريج البطيء جدا، فانت كنت ما خدتيش بالك، هتيجي تاخدي بالك بعد كام سنه. فانت لو في الاول الحقي نفسك، لو الكام سنه عدوا وعملتي يعني ده بقى واقع انت عايشاه، اختيار منك انك تغيري. انت عملتي كده بدافع حب، مسؤوليه، مومه، بدافع حاجات حلوه. فما تقعديش بقى تجلدي في نفسك وتلومي نفسك على الماضي، يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما خليت نفسي في الاخر. لا، انت عملتي ده بدافع حب ومسؤولية وبدافع الامومة كمان. فما تلوميش نفسك على حاجة لمجرد انك اتعودتي تعملي كده. لا، الولاد كبروا، الحياة اتغيرت، قولي لنفسك كده: الولاد كبروا، الحياة اتغيرت، يبقى من حق العلاقة نفسها تتغير. هي كل حاجة بتتغير، جت عليك انتي مش هتتغيري، ما تقومي تتغيري. من حقك انتي كمان ترجعي تظهري. مش لازم كل يوم تبقي اول حاجة، ومش لازم يحطك رقم واحد في مسؤولياته، لكن اللي ما ينفعش انك تفضلي اخر حاجة كل يوم. انا كل يوم في الاخر، لا يا ستي، مشيها يوم او يوم، لا، انا النهاردة في الاخر، بكرة هبقى في الاول، بعده هبقى في الاول، بعده هبقى في الاخر.
مش انت، اصل انت مش هتعرفي تتغيري في مرة واحدة. انت انسانة ليها احتياجات ورغبات، وعندك وقت وعندك مشاعر. صلحي من ده النهاردة، مش بخناقة ولا بعتاب على السنين اللي فاتت. قلتلك هو مش مسؤول انك عملتي كده، يمكن هو اصلا ما طلبش منك ده، ويمكن لو طلبه كان هيبقى يقولك انا طلبته كام مرة، بس ما طلبتش ان انتي تعيشي الحياة كلها كده. ده لو كان طلبه اصلا. وقفي عن كلمة انا مش مهمة، ابدأي قولي لنفسك انا مهمة واحتياجاتي تستحق ان هي تتلبى وتتنفذ. مع الوقت هو هيشوف النسخة دي منك، مش الزوجة اللي دايما تقول انا اخر حاجة. احنا لما جبنا الموضوع من بدايته لقينا ان انت دايما كنت بتقولي اخر حاجة. لا اقلبي، انا دايما هقول انا مهمة واحتياجاتي مهم. لكن الزوجة اللي شايفة ان هي كده مضحية وكده بتحب اولادها، لا انا هبقى الزوجة اللي بتحب بيتها واولادها، وفي نفس الوقت عارفة ان هي جزء مهم من البيت ده. ما هو البيت ده قايم عليا اصلا، فلازم ابقى مبسوطة. انت مش محتاجة تبقي اهم منهم، انت محتاجة ما تبقيش منسية وسطيهم، ما تبقيش مش باينة وسطيهم. انت محتاجة تتحطي زي الحاجات المهمة، مش محتاجة تتنسي في النص، ولا تفضلي تتلاشي لحد ما تختفي خالص. مش هنلاقيكي بعد كده. الحقي نفسك. لو الفيديو ده عبر عن حاجة فعلا جواكي، اسمعيه تاني بهدوء. اكتبي عناوين بتاعت ال10 نقاط، هتفرق معاكي. هتحسي ان انتي بدأتي تتحركي حتى لو خطوات بسيطة. في النهاية هقولك ان كل خطوة بتاخديها هي امل انك تبقي احسن ما تقفي تتفرجي عليكي. ابدأي من النهاردة بخطوة واحدة بس، بكلمة واحدة بس، بطريقة تفكير معينة. ابدأي من النهاردة، واحدة واحدة هتوصلي. في النهاية احب اقولك انا بتمنى لك كل خير، وبتمنى لك تبقي مبسوطة وتبقي حاسة انك مهمة عشان تعرفي تأدي دورك صح. لو الفيديو ده لمس حاجة عندك والحياة اللي انتي عايشاها، اكتبيلي في التعليقات تحبي نتكلم عن ايه المرة الجاية.